السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. خلاص فرمنا بارت 1 في يونت 4 في ليسون 1. يعني ايه فرمنا بارت 1 في ليسون 1 في يونت 4؟ يعني خلصنا اول حته. طب فاضل لنا ايه دلوقتي؟ فاضل لنا ان احنا نخلص ليسون 1 على خير ان شاء الله باذن الله. فاضل لنا في حته صغننه قد كده 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 كده، محتاج تفتح مخك معايا عشان نخلصها بسرعه 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 بسرعه، بكل سرعه وكل دقه زي ما احنا متعودين، ومن غير بقى كلام كتير. تعالى بقى نسمي الله ونبدا عندنا في السكند بارت بتاع ليسون 1 في يونت 4. احب اقول لك ان احنا لو خلصنا الليسون ده على خير هيبقى فاضل لنا 2 ليسونز في المنهج باذنك يا رب برضه يخلصوا على خير، ويخلصوا باجمل واسلم طريقه ممكنه باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتبها لنا بالفول مارك يا رب دايما يا رب. بدون بقى ما نطول على بعض في الكلام، تعالى كده نخش مع بعض. بس انا في الاول حابب ايه، اسال يارا سؤال. هل يا يارا ده هو ده الازرق البترولي؟ عشان برضو دي معلوماتي في الالوان مش يلا بينا. انا اعتبر ان هو ده الازرق البترولي، واعتبرنا ان ده شكل البترولي الجميل، وتعالى نشوف. بس لما اشتغل على البورد ان شاء الله هجيب لك البترولي اللي نفسك فيه. تعالى بقى نسمي الله ونشوف الامباكت اوف اللايزوسفير وتفاعلاتها مع الهيدروسفير. يعني ايه؟ يعني انا حابب دلوقتي اتكلم على اللايزوسفير، وقلنا اليونت دي كلها هنتكلم فيها على اللايزوسفير. يعني ايه لايزوسفير؟ يعني انا بتكلم على كل ما هو يتعلق بالتربه والارض واللي بندوس عليه والكلام ده كله. وعرفنا من الحصه اللي فاتت ان اللايزوسفير هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من الارث كراست، وبتتكون من الابر بارت من الايه، من المنتل. بتتكون من اول حته دي صغننه فيها. طب كلام جميل. ده اللايزوسفير. طب هل يا ترى ده بيأثر على الهيدروسفير؟ طبعا طبعا لازم يأثر على الهيدروسفير. طب ازاي؟ بص بقى يا سيدي، دلوقتي يجي يسألك سؤال كده ويقول لك هاو ايه؟ ثانية واحدة. How rocks affect water. How rocks affect water. ازاي الروكس بتأثر عندي على المية؟ طب كلام جميل. When water passes through different rocks layer, some minerals dissolve in the water. This changes salt concentration and the dissolved element in water such as iron and calcium and magnesium. يلا بينا. Although lysosphere play a role in supplying the hydrosphere with salts and elements necessary for life, but the increase in salt concentration can cause many problems such as water hardness. انا مش فاهم حاجه، هقول لك لسه ما شرحتش. تعالى واحده واحده نتكلم ونرغي مع بعض زي ما احنا متعودين. بص يا سيدي، خدتوا زمان كده في اعدادي، ودي حاجه كده هفكركم بيها، خدنا حاجه اسمها ويذرنج. ايه الويذرنج ده؟ ويذرنج ده يعني معنى كده ان في ميه نازله بتاكل في الروكس دي وتدوب حتت فيها وتاخدها وتمشي. في شويه هواء، في شويه تريز، الكلام ده كله مع بعض جميل. ولكن احلى واحده عندي اللي هنتكلم عليها النهارده هي الميه. ليه؟ لان انا اصلا بتكلم على العلاقه بين اللايزوسفير اللي هو الصخور وما بين الهيدروسفير اللي هي الميه. كلام جميل. فمعنى كده ان الميه داخله تك 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 تاكل تك 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 تدوب فيهم وتاخدهم وتمشي. طب تحفه، ده عظيم جدا جدا جدا. طب وبعدين ميه دوبتهم تك تك تك، مشيتهم تك 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 وخدتهم ومشيت. طب حلو. دلوقتي انا اللايزوسفير حصل لها ويذرنج، تمام؟ والصخور عندي بدات تتكسر، ايوه، وبدات تتحلل، ايوه، وبدا يطلع منها حاجات، ايوه ايوه ايوه. طب انا هفكرك بحاجه بسيطه زي الفوسفورس سايكل اللي انت لسه ممتحن عليها من شويه. هو ايه الفوسفورس سايكل ده؟ قلت لك الفوسفورس موجود از روكس، والروكس دي بيحصل لها ويذرنج هوبا وتنزل عندي على طول. طب عملت هوبا ونزلت عندي على طول، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى هنا ان انا مش عايز ابص على اللايزوسفير دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما ده اليونت بتاعت اللايزوسفير. اقول لك استنى، انا مش عايز ابص عليها دلوقتي، انا عايز ابص على الهيدروسفير. يعني خلاص الصخور حصل لها ويزرنج واتكسرت واتاكلت ونزلت، خلاص في داهيه مش مشكله. الميه بقى حصل فيها ايه؟ الميه نفسها لما الروكس دي تدوب فيها وتمشي، الروكس دابت ومشيت، ايه اللي حصل؟ هل هتقعد كده مرور الكرام في الميه؟ لا طبعا. عملت مشاكل. هقول لك ليه عملت مشاكل. لان مش من الطبيعي ان الروكس دي تبقى دايبه في الميه. هو في نسبه من الايونز موجوده، بس مش من الطبيعي تبقى موجوده كتير. طب لو انا دوبت منها كتير تاثر على الميه التاثير. طب حاجه دي كويسه ولا وحشه؟ لا، في حاجات كويسه في حاجات وحشه، بس في الاغلب بتعمل حاجه اسمها ووتر هاردنس. ايه ده؟ هي الميه هتنشف عليا يعني تبقى ايس يعني؟ لا. كلمه هاردنس يعني انا عايز اقول لك ان انا عندي في حاجه اسمها هيفي ميتالز، حاجه بيطلق عليها المعادن الثقيله، حاجه اسمها هيفي ميتالز. لما الميه تدوب فيها المينرالز دي تبقى الميه فيها هيفي ميتالز كتير، فيها هيفي ميتالز كتير، فالميه كاني بقول عليها هيفي، كاني بقول عليها هيفي. طب لو هي هيفي تبقى هارد، فبقول عليها العمليه دي اسمها ووتر هاردنس. يبقى كل ما السولتس تزيد ده الووتر هاردنس يزيد. طب الووتر هاردنس اتس a property resulting from its high concentration of the positively charged ions especially الكالسيوم والمغنيسيوم. حلو كده؟ الكالسيوم والمغنيسيوم لما يدوبوا كتير في الميه يخلوا الميه ناشفه.
ناشفه تبقى ووتر هارد، يبقى ووتر هاردنس. طب دي بتعمل باس، دي بقى سببها ايه؟ ووتر باثنج ثرو الروكس ريتش ان كالسيوم ومغنيسيوم، كلت فيهم شويه ومشيت. طب وبعدين بص بقى يا سيدي، اديك على سبيل المثال حاجه انت بتشوفها في بيتك وكلنا بنشوفها في بيتنا على سبيل المثال في الووتر هاردنس. هي عباره عن ايه؟ لما تيجي تشغل الكاتل شويه وشويه 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 كتير، ايه اللي يحصل؟ تعال اقول لك ايه اللي بيحصل بمنتهى البساطه. تلاقي في حاجات كده في الكاتل بقت لونها ابيض. بالبلدي كده ممكن يقول لك ده الميه جيرت. ايه؟ جيرت. يقول لك الكاتل جيرت، لو الناس عارفه الاكسبريشن ده. طب لو الناس مش عارفه الاكسبريشن ده، يقول لك ما ده الكالسيوم اللي موجود في الميه. طب لو الناس مش عارفه الاثنين، اديك عرفتهم. الحاجات البيضاء اللي بتبقى موجوده دي تبقى كالسيوم، وفي الاغلب ممكن تبقى كالسيوم كربونات. فعشان كده الكالسيوم كربونات ده هو المكون الاساسي للجير عندي، وهنجيله كمان شويه. ما هو ده ستون برضو من ضمن الستونز اللي عندي. فعشان كده يقول لك دي الميه جيرت. يعني ايه الميه جيرت؟ يعني بقى في جير في الميه، بقى في جير في الميه. وانس ان بقى في جير في الميه، ما حصل له بريسبيتيشن. ليه حصل له بريسبيتيشن؟ هو موجود في الميه كتير قوي. لما الميه يحصل لها ايفابوريشن، لما تقعد تغلي يحصل لها ايفابوريشن، هو يسيبها ويطلع بره. يبقى ده اكبر دليل ان الميه دي هارد. اكبر دليل الميه دي هارد ان فيها كالسيوم كتير. يبقى بالنسبه لي اللايم سكيل ديبوزيتس بالنسبه لي فروم البويلر والووتر بايبس. طب وبعدين تبعياته ان السوب بيكام ليس افكتيف. مش عارف استغل الميه واغسل ايدي، مش عارف استغل الميه واغسل ايديا. طيب اللو اوف سوليبيليتي احنا عارفين ان لو سوليبيليتي لايك ديزولفز لايك. يبقى ده بيفسر ايه؟ زي explain why water properties differ from one region to another according to the amount of salts dissolved in it. يعني تبعا لكميه السولتس اللي دايبه فيها. طيب الهارد ووتر is formed as a result of water passing over rocks rich in calcium ومغنيسيوم لسه قايلين دلوقتي. طب supplying الهيدروسفير with salts and element necessary for living organism and ايه required for industry. حلو قوي الكلام ده كله. تعال نبص بقى على الفاكتورز اللي بتأثر على ذوبان الأملاح في المية. nature of الكيميكال بوند، temperature، البريشر، والبريزنس اوف الاسيدز في النيتشر. كلام جميل. تعال نلعب على كل واحدة بلون مختلف. nature اوف الايه؟ كيميكال بوند ان مينرالز. نم 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 نم. مين اللي كان مختار اللون ده؟ حلو ده. بص يا سيدي، الفكرة نفسها ان السوليبيليتي اوف المينرال is affected by the type of chemical bond presence between its molecule. For example، على سبيل المثال، مش حاسس ان اللون ده هيبان كويس، ناخد الاورنج. الايونيك بوند والكوفيلنت بوند. طب الايونيك بوند زي ايه؟ الايونيك بوند مبدئيا زي NaCl اللي انت خدته الترم اللي فات، الملح بتاع الاكل. الكوفيلنت بوند في حاجات كتير قوي عندنا عامله كوفيلنت بوند، زي مثلا HCl مثلا. انت خدت H2 فيس السنه اللي فاتت، كل ده عامل كوفيلنت بوند. بس بالنسبه لي سوليبيليتي في الميه، الايونز بتدوب وتتحلل اسرع، يبقى dissociate and dissolved easily. ولكن الكوفالنت بوند dissociate and dissolve very slow، very 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 slow. طب على سبيل المثال كالسيوم كربونات، ان الكالسايت مينرال، احفظ الاسم ده، هو اسمه كالسيوم كربونات، يبقى ده كالسايت مينرال which forms the limestone rock اللي هو الحجر الجيري اللي هم كنا بانيين منه الاهرامات. It dissolves in water especially acidic water containing carbon dioxide. طيب الحته دي انا هفسرها لك، وهي تفسيرها قصير خالص، بس هو مش عليك تحفظ الرياكشنات. قلت لك من الترم اللي فات ان انت لما بتدوب الكربون دايوكسيد في الميه بيطلع حاجه اسمها كربونيك اسيد H2CO3، وده ضعيف فبيتكسر بسرعه. ولكن ال H2CO3 ده لو انت خدته وحطيته على CO3 الاسيدك ميديوم، هما الاثنين زي بعض، بس الاسيدك ميديوم دي بتتكسر، وخلي بالك يساعد على ان دي، خلي بالك تتكسر كتير، فتتكسر يحصل لها ديسوسيشن، تتحول الى كالسيوم وكربونات. ايه اللي مكتوب ده؟ حلو كده، يبقى تتكسر ويتفتفت فتدوب اسرع. طيب على عكس مين بقى يا سيدي؟ على عكس السيليكيت. على عكس ايه؟ على عكس السيليكا في الكوارتز مينرال which form sandstone rocks therefore silicate rocks are more resistant to weathering. لا مش فاهم يعني ايه resistant to weathering. يعني بالبلدي كده عندي صخرتين، عندي حجرين، حجر يمين وحجر شمال، حجر اللايمستون وحجر اسمه سيليكيت. لايمستون بيدوب في الميه، خاصه لو فيها كربون دايوكسيد كتير دايب في الهواء، فده يدوب في الميه. وانس ان ده داب في الميه، ايه اللي يحصل؟
يحصل ان هو يحصل له ديسوشيشن ويدوب جامد، فالروك نفسه يتحلل يبقى ويزرنج. طب وبالنسبه لي السيليكيت لا ما بتتكسرش. طب انا يا عم عايز شويه كربون دايوكسيد، مش عايز. يا عم الله يهديك ربنا يكرمك، مش عايز بقى. طب انت مش عايز يبقى مش هيحصل له ويزرنج. يعني ايه ويزرنج؟ يعني تاكل وتدوب في الميه وتمشي. طب مش هيحصل له ويزرنج يبقى مش عايز، مش هياخد، مش نافع. طب حلو قوي كده. ده اول افكت عندي. تاني افكت عندي هو افكت التمبريتشر. التمبريتشر ده افكته لذيذ قوي. التمبريتشر ده ممكن نكتب عليه كوب شاي. يعني ايه ده؟ ايه التمبريتشر ده؟ كوبايه شاي. يعني هات يا حبيبي كوبايتين شاي، واحده اعملها بميه ساقعه واحده اعملها بميه سخنه، وسيب باكت الشاي في الاثنين ودوب في الاثنين معلقتين سكر. مين اللي هيدوب اسرع؟ كوبايه سخنه طبعا. يبقى كل ما ازود في التمبريتشر السوليبيليتي تزيد، يبقى كل ما ازود في التمبريتشر الحاجه اللي دايبه في الميه تزيد، يبقى كل ما ازود التمبريتشر كل ما الويذرنج يزيد، كل ما الروكسيد ديزولف تزيد، يبقى كل ما ازود التمبريتشر انكريز السوليبيليتي بتاعت الموست مينرال. خلاص. يبقى الهوت سبرينجز اللي موجود عندنا بتديزولف ايه؟ مور مينرال. طب وين ات كولز المينرال ار ديبوزيتد. دي اللي كانت فكره بتاعت الفوسفورس سايكل اللي قلت لك هنشوفها بعدين. الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان انت لما يحصل هوت سبرينج يبقى حراره الميه عاليه جدا 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 جدا، تقعد تدوب في المينرال، تدوب 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 تدوب. طب لما تبردها مره واحده تقول لك خلاص ما انا مش قادر ادوب المينرالز دي، اتلموا على بعض وطلعوا براي، يبقى يحصل لها ساعتها ديبوزيشن. يحصل لها كده ساعتها ديبوزيشن از روكس، وتبتدي يبقى نوع من الروكس اسمه سيديمنتري روكس. حلو كده؟ طيب كلام جميل. تعال نبص على البريشر بتاع الميه. تعال نبص على البريشر بتاع الميه. فكره البريشر، انت كل ما تزود البريشر كل ما الذوبان يزيد، ما انت عمال بتضغط في الحاجه عشان تدوبها، يبقى ليه تو انكريز السولبيتي بتاع الكربون دايوكسيد في الميه. طب وده يزود السولبيتي بتاعت ميني مينرالز. ولذلك خلي بالك بقى، الاندر جراوند ووتر عليها البريشر رهيب، الووتر اللي موجوده في السي تحت خالص عليها بريشر رهيب. يبقى انكريز البريشر اون ديب اندر جراوند ووتر ليد تو dissolution اوف هاي برسنتج اوف الكربون دايوكسيد جاز ان ات which رقم واحد enhances الووتر ابيليتي تو ديزولف ماني روكس. طبعا. والهاي كونسنتريشن اوف البايكربونات سولتس ان ايه؟ ان ووتر. يبقى انا بالنسبه لي هاي برسنتج بتاعت الكربون دايوكسيد دي فادتني بايه؟ فادتني بحاجتين. ما انا لسه قايل لك دلوقتي ان الكربون دايوكسيد لما يزيد الكالسايد ده يزيد بزياده ذوبانه. طب ما هو زاد ذوبانه يبقى الانهانس الووتر ابيليتي تو ديزولف ماني روكس. طب وبعدين لما تزيد يبقى عندي كونسنتريشن من الكربونات عالي في الميه اهو، يبقى هاي كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف كربونات. نفس الفكره بالظبط بتاعت الاسيد، نفس الفكره بتاعت الاسيد في النيتشر. الرين ووتر ديزولف اتموسفيريك كربون دايوكسيد فورم الكربونيك اسيد اللي انا قلت لك عليها اللي هو ال H2CO3، ودي بقى اسمها اسيديك رين، بارت من الاسيديك رين. طب اما ازود الاسيديتي ليد تو انكريز المينرال ديزولفز. زي بص ده كيف ان لايم ستون. اسيد رين انكريز الريت اوف الايونيك بوند بريكنج بتاعت مين؟ الكالسايت. ادي تاني مره الكالسايت يظهر عندي which lead to the formation of the caves and the cavities in the limestone، الاخرام اللي معموله في اللايمستون. يعني على سبيل المثال لو رحت الهرم هتلاقي بيقول لك زمان الهرم ده كان لونه ابيض زي لون الترابيزه كده، انما دلوقتي تشوف لونه اصفر. ليه؟ ما كل ما تنزل عليه ميه ومطره تاخد شويه من الكالسيوم وتمشي شويه وتمشي شويه وتمشي وهكذا. طيب يبقى conclusion solubility factor affect الكواليتي بتاعت الدرينكينج والاجريكلتشر وكمان الاندستريال ووتر. خلي بالك بقى، عوامل الذوبان دي بتاثر عندي على الشرب، انت مش هتشرب ميه فيها رواسب كتير، والزراعه ما هو النبات بيشرب زي، وفي نفس الوقت الاندستريال ووتر الميه الصناعيه في بعض الاحيان بتحتاج ميه نقيه جدا جدا جدا، لو فيها هيفي ميتالز ما تعرفش تجيبها. مش فاهم يعني ايه ما اعرفش اجيبها؟ يعني لو فيها هيفي ميتالز انت مش عايزهم فانت محتاجها مثلا عشان تصنع حاجه معينه. طب الهيفي ميتالز زي الايرون ولا الكالسيوم ده هيتفاعل مع الجزيء او الكومباوند اللي انت كاتبه او الكومباوند اللي انت شغال بيه، بوظ لك كل الاكسبيرمنت مش عايزها بيه، وانا مش عايزها بيه بس في نفس الوقت مش عارف اشيلها يبقى اثرت عندي على الاندستريال ووتر. طيب understanding these factor help improve water treatment and the purification system. ما بقاش الموضوع يقتصر على ان انت بتحط فلتر وخلاص. لو خدت بالك الفلتر السبع مراحل ده بتلاقي مكتوب عليه حاجه كده اسمها ريموف كالسايت، يعني بيريموف الكالسيوم، والتاني يريموف الهيفي ميتال ومش عارف ايه وبتاع والدنيا دي. طب انا عرفت كده ليه؟ لان انا لما بعمل اندرستاندنج للميه ومكوناتها اقدر بمنتهى البساطه اقول لك تشيلهم ازاي. طب لو حاجه صعبه ان انا اشيلها، شكرا ما تستخدمش الميه اللي هنا خالص، بلاش تحفر بير وتطلع الجراوند ووتر عندي دي خالص. ليه؟ مش هتعرف تتخلص منها. كالعاده المودرن ابلكيشن قلنا مهم جدا جدا جدا. عندنا حاجه اسمها زيولايت. الزيولايت او زولايت ده روك بس بنعامله معامله المصفى. يعني ايه بنعامله معامله المصفى؟ اولا هو بورس
فولكانيك روك. يعني ايه بورس فولكانيك روك؟ يعني في بورز، في فتحات. يوزد ان ووتر تريتمنت، بستخدمه عشان اعالج الميه. ولذلك ليه بستخدمه عشان اعالج الميه؟ بتحط الروك وبعدين توقع عليه شويه ميه. الهيفي ميتالز تفضل قاعده فوق. طب ال H2O، لو تفتكر في النانو تكنولوجي ال H2O كان تقريبا اراوند 0.3 نانومتر. في بعض الميتالز عامله شكل كريستالاين لاتس وهنتكلم عليها، كبيره اكبر من كده ما تنزلش. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا عايز انام والله العظيم 3، انا عايز انام. انا مش عارف انا بقول لكم كده دلوقتي بس انا عايز انام. تفتكر نكمل الحصه ولا ما نكملهاش؟ طبعا هنكمل، انا عايز انام وشغال. انت ما عليك ان انت تذاكر وتصحى. تعال نبص كده. acts as natural filter traps impurities and heavy metal inside the tiny pores بتاعتها وتنزل الميه. يبقى ايه؟ improve the drinking water quality، صح. reduce اليوز بتاعت الكيميكال، ما انا مش هفلتر بكيميكال، ده هفلتر بصخره، يبقى صح. موجوده في اوروبا واشيا، صح. help protect الهيدروسفير، حلو كده. and support sustainability، يس. ليه؟ لو كان عندك ميه فيها هيفي ميتالز كتير فانت مش عارف تستخدمها، مش عارف تشربها. بعدين حطها هنا تنزل لك ميه نضيفه، حلو كده. طيب تالت حاجه بقى الامباكت، التاثير بتاع اللايزوسفير اون ذا بايوسفير. ايه تاثيرهم مع بعض؟ مش عارف مين قال لي ده. هاو اللايزوسفير افكت الليفنج اورجانيزم، بتاثر عليها ازاي؟ قال لك والله لما تبقى روكس معرضه لويزرنج كتير they gradually break down، والايجنتس دي هم الرين ووتر والتمبريتشر تشينج والويك اسيد ساتش از الكربونيك اسيد اللي بيجي من الووتر فيبر. بيعملوا ايه بقى؟ الروكس ويذر والمينرالز بتتحول الى ايونز. طب والايونز بتروح فين؟ بتبقى في السويل قاعده، which acts ايه as a natural production line that supplies plant with essential nutrient. مش فاهم حاجه. عندك زي الفوسفورس، قلت لك قبل كده الفوسفورس لما يقعد يمطر 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 فهو هينزل الفوسفورس في السويل عندي. طب ولما ينزل الفوسفورس في السويل عندي خلى السويل دي ريتش ان فوسفورس، يبقى مش محتاج تحط فرتلايزرز، وفي نفس الوقت خلى الصناعه سهله. في نفس الوقت خلى الصناعه سهله وممكنه وجميله جدا جدا جدا، والزراعه اسهل واسهل واسهل واسهل. ايه ده؟ هو هيخلي الصناعه عامله ازاي كده سهله ازاي؟ لان انت لو عرفت تدرس طبيعه الحاجات اللي نزلت في الميه دي والسويل امتصتها قبل ما تبني اي حاجه، تقدر تبني لي عليها مصانع ولا لا؟ يبقى حسنت الصناعه. تقدر تستخدم السويل دي ان انت تزرع عليها نباتات معينه ما كانتش ممكن تبقى موجوده قبل كده. بص كل ده، كل دي افكار موجوده مجرد بس انك عرفت تحليل حاجه وعرفت تتبعها وعرفت هي طالعه منين ورايحه فين. طب تعال نشوف اكزامبلز في روك سبلاينج ايه نيوترينتس. وللاسف حفظ. زي الفوسفيت روكس كونتين مينرال ريتش ان فوسفورس، لما يحصل لها كيميكال ويزرنج تطلع الفوسفيت في السويل. طيب الايونز ار ابزوربد باي البلانت روت which is essential for growth and energy transfer in plant. بص، طب بص كده على اللي بعديها. الجرانيت فيه فيلدسبور. فيلدسبور ده decomposes and release potassium. حلو. طب لما البوتاسيوم في البلانت يعمل ايه؟ بيريجوليت الاوبننج والكلوزنج بتاع الاستوماتا، يعني يقدر ينظم الحركه دي. وهيلب ان انرجي برودكشن انسايد البلانت سيل. ما هو البوتاسيوم بقى ابلوجاتري ايه؟ انتراسيلولر، فلازم يبقى موجود عشان المصل تفتح وتقفل. بتاعت مين؟ بتاعت الاستوماتا. تك 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 تك. وبعدين هيلب ان انرجي برودكشن، يساعد في الانتاج بتاع الطاقه. حلو. يبقى في الكونكلوجن كده اللايزوسفير از ا ناتشورال ريزرفوار، مخزن طبيعي. It continuously feeds on the biosphere through simple chemical reaction. This reaction convert the mineral element into forms that the plants can easily absorb with the soil water. حلو، كلام جميل. حلو قوي الحته دي. الحته دي عايزه دماغ والله العظيم. تكتونيك بليتس. ايه التكتونيك بليتس دي؟ مش عارف بصراحه. انا هنام شويه. اصحى ورانا درس. انا بقول لنفسي المره دي مش ليك. تعال نبص كده. انا هشتغل بقى باللون الاحمر وامري لله. ايه التكتونيك بليتس دي؟ بالبلدي كده، ما هو خلي بالك احنا اتكلمنا على الاوشانيك كراست والكونتيننتال كراست، وقلت لك خلي بالك ان بسم الله الرحمن الرحيم كده الارث كراست دي مش طبقه واحده، دي طبقات على بعض على بعض على بعض على بعض. اتكونت ازاي؟ بص يا سيدي.
الفكره كلها انها اتكونت على مدار السنين، ان الروكس بتيجي تقعد على الروكس، الروكس بتيجي تقعد على الروكس، الروكس بتيجي تقعد على الروكس، وهكذا. فاتكونت طبقات. يبقى دول بص large group of massive rocks pieces that resembles floating slab and ايه make up lithosphere. يعني ايه؟ يعني كانهم عايمين فوق بعض، كانهم ايه عايمين ايه فوق بعض بالنسبه لي. طيب دلوقتي التكتونيك موفمنتس دي بتتحرك ازاي؟ طيب تعالوا كده نتكلم على التكتونيك بليتس، وعايزك كده تتخيل معايا شكل التكتونيك بليتس دي عامله ازاي. قبل اصلا ما نحكي اي حاجه، عندنا طريقتين تخيل مع بعض، يا اما كشكول مثلا طبقه على طبقه على طبقه، وانا ما بحبش التخيل ده. عارف ليه؟ عشان انا قلت لك الترم ده فيه اكل كتير، فانا تخيل معايا التكتونيك بليتس عامله زي صينيه الجلاش. لو حد شاف ماما بتعمل صينيه الجلاش، بيحط لاير وبعدين لاير وبعدين لاير، سواء يحشيها اي حاجه، وبعدين لاير لاير لاير، تمام وزي الفل وعسليات جدا كده. طبقه على طبقه على طبقه تديني طبقه في طبقه في طبقه. طب وبعدين قال لك دلوقتي خلي بالك بقى، معنى كده التكتونيك بليتس دي طبقات على بعضها، لايرز على بعضها. طب وهل هي لايرز موجوده كده؟ لا، دي لايرز بتتحرك وبقلل. ازاي؟ تخيل عندي الميه بتغلي، تقعد تعمل بق 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 وتتحرك، اللاير دي تحتيها فيها ماجما سخنه، فتعمل بق 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 بق، فتخلي اللاير دي تقعد ايه تتحرك. زمان كنا الكلام ده من مش عارف نكمل مليون سنه، كانت القارات العالم كله حاجه واحده. كانت القاره الكبيره كده اسمها بانيجيا، وبعدين بدانا نكسر ونتقسم، ولا زالت القارات لحد دلوقتي بيقول لك مش عارف كل سنه بتتحرك كام ميلي كده، بتبعد عن بعضها، فالموضوع كبير يعني. فخلي بالك بقى ان الهيت رايزنج فروم الارث سيرفيس انتيريور ليد تو فورميشن اوف الكونفكشن كارنت. ايه ده الكونفكشن دي؟ كونفكشن تيارات الهواء السخنه اللي طالعه منين؟ من المولتن ماجما في الايثينوسفير. طب بتعمل ايه؟ بتبوش الحته دي لفوق، يبقى بتموف البلاستيك روك ماتيريال بينيث اللايزوسفير انتو موشن، تخليها كده. والريزلت بتاعتها التكتونيك بليتس موف سلولي above them which equal a rate of few centimeter per year. كل سنتيمتر كم سنتيمتر كل سنه؟ كل سنه، فاهم؟ يعني ممكن تقعد مثلا 100 سنه كده تتحرك لك متر مثلا، فاهم؟ او متر ونص كده يعني، تبعد بقى قارتين عن بعض. طب الامبورتنس اوف التكتونيك بليت موفمنت، يبقى continuous reshape للإيرث سيرفيس as its effect are clear significant and even though it is slow وهيلب مينتين الإيرث جيولوجيكال ايه بالانس. طيب انا بس عندي حركتين للتكتونيك بليتس. التكتونيك بليتس مش معنى كده ان هي ازازه لاير لوحدها على بعضها، لا، دي شويه ممكن تكون تكتونيك بليت ودي تكتونيك بليت ولازقين في بعض، عاملين زي اي دوله في الدنيا. طيب عندي كام حركه ممكنه؟ قال لك عندي 3 حركات. هما ايه 3 حركات؟ بص يا سيدي، يا اما ركز معايا هنا، ركز مع ايه دي، يا اما التكتونيك بليت يتهزوا فدي تبعد عن دي، كلام جميل، يا اما التكتونيك بليت تتهز فدي تدخل على دي. يعني ايه؟ يعني هم عاملين كده، دي بتقرب يلبسوا في بعض. يا اما التكتونيك بليتس بتعمل كده، واحده تطلع واحده ترجع. حلو كده، كلام جميل. تعال نبدا باول واحده، ان هم بيلزقوا على بعض، فهم هيخبطوا في بعض. فعندك حلين. بص يا سيدي، انا هقول لك عليهم باختصار شديد. لو انت عندك كونتيننتال كراست خبطت مع كونتيننتال كراست يخبطوا في بعض، اللي هما الاثنين على ارض يعني، ويعملوا كده فيعملوا جبل تاني، يخبطوا في بعض كده فيعملوا جبل. طب لو عندك اوشانيك كراست مع كونتيننتال كراست، فالاوشن بص بقى احنا متفقين ان هو ماتش مور دنس، فينزل تحت فيعمل لك جبل بس صغير. يعني ايه تاني في الحالتين هيعمل جبل، في الحالتين هيخبطوا في بعض ويطلعوا، في الحالتين يعني التو لايرز اهم داخلين اهو يخبطوا في بعض يعملوا جبل اهو، اهي قاعده تحت اهي ويعملوا جبل. حلو كده. طيب الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان انا لو عندي كونتيننتال مع كونتيننتال، يعني ارض مع ارض، تخبط تعمل جبل كبير. طب اوشانك مع كونتيننتال تنزل تحتيه وتزقه، ماتش مور ثيكنس ودنسر، تنزل تحتيه وتزقه على طول. حلو كده. طيب دي اول حركه. طب لو الدايفرج دي اسمها كونفرجنت، لو دايفرجنت يبعدوا عن بعض يعملوا لك بحر، مفيش اسهل من كده. يبعدوا عن بعض، الميه تخش تستسب ما بينهم يعملوا بحر زي الريد سي عندنا. طيب والترانسفورم يعملوا زي تصدع في كده، يعملوا ريفت. واحده يعني كانها بتمسك حاجه، واحده بتعملها كده وكده هتتقطع، فبيعملوا كده وكده يعملوا خرم في الارض ما بينهم. بس كده ما عنديش اسهل من كده نحكي. يبقى تعالى نعيد تاني، الكونفرجنت والدايفرجنت والترانسفورم. الكونفرجنت بيلبسوا في بعض، الدايفرجنت يدايفرج بعيد عن بعض، يبعدوا عن بعض. طب والترانسفورم واحده تطلع واحده تنزل. طب تعالى نبص كده على الكونفرجنت. occur when two tectonic plates move toward each other and collide، يلبسوا في بعض يروحوا طالعين فوق.
يبقى rocks are compressed و pushed upward this lead to formation of ايه الهاي mountain ranges زي الهيمالايز ماونتن. اوكي طيب وبعدين في سان اندرياس ماونتن، في كذا حاجه. طب الدايفرجنت موفمنت يبعدوا عن بعض والتو تكتونيك بليت موف away from each other. cracks and fissures form in the earth's crust. magma rise from the earth's interior. تطلع على طول. طب بتعمل ايه بقى دي؟ بص يا سيدي، تعمل اول حاجه volcanic mountain او volcanic island. بص كده يعني ايه؟ يعني لو هي تحت الارض، تعمل كده 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 كده، بس تعمل تطلع فوق فوق على هيئه جبل، يبقى الايلاند كلها عباره عن جبل فيه فولكانيك ايه؟ في فولكانوز. طب ليه بقى في فولكانوز؟ بص بقى، ما انت لما تبعدهم عن بعض، احنا بنبعدهم اهو، لما تيجي تبعدهم عن بعض ايه اللي يحصل عندي؟ يبقى دي معرضه للبراكين اكتر، والماونتنز نفس الكلام. نيو اوشانيك فلور، تبعد تعمل اوشن جديد، او تعمل ريفت فالي such as الافريكان ريفت، او تعمل وايدنج للكوستال فالي. يعني ايه؟ يعني بالوادي كده كلها في البحر، يعني اول ما تبعد تبدا تكون بحر. طب وبعدين؟ او تكون ريفت. طب وبعدين لو بعدت شويه شويه تقعد توسع في البحر ده شويه. حلو كده. طب الترانسفورميشنال موفمنت اللي هي واحده فوق واحده تحت. occur when two tectonic plates slide past each other. يعني دي كده ودي كده. the movement of one of the plates may be hindered. حلو قوي كده. يعني ايه؟ اتعطلت. يبقى causing energy to accumulate، مش عارفه تتحرك، وانا عمال اديها انرجي مش عارفه تتحرك، وانا عمال اسخنها مش عارفه تتحرك لحد ما هتنفجر. يبقى suddenly release الانرجي دي into an earthquake. يبقى ساعتها الفولتس ايه؟ بتتحضر زي السان اندرياس فولت في اليونايتد ستيت. حلو كده. لا يا لها خبر ابيض، ده انا خلصت الليسون بسرعه قوي كده. طب تعال نرجع بقى عليه. يلا. يبقى الكونفرجنت يبعدوا عن بعض، الكونفرجنت يبعدوا عن بعض بالاكزامبل بتاع الهيمالايز. كونفرجنت هنا يا الهيمالايز. طب والدايفرجنت سوري كونفرجنت يلبسوا في بعض يكولايد ويطلعوا. دايفرجنت يبعدوا عن بعض يبقى زي ده سان اندريس. طب والترانسفورم عندي ترانسفورم لا واحده فوق واحده تحت اهي، نجيب شكلها عامل زي اهي زي سان اندرياس فولت. انا برضو مصمم ان انا عمال اعكسها، الدايفرجنت هي سان اندرياس، ده سان اندرياس فولت. حلو كده. طيب وبعدين تعال نراجع الدرس كل مره واحده زي ما احنا متعودين، درس صغنن. بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. قد اكون انا مش في احسن حالاتي لحد دلوقتي الحمد لله طبعا، وانا بفضل ونعمه عند ربنا كبيره، بس مش معنى كده ان انت تهمل دروسك معايا، مش معنى كده ان انت ما تذاكرش. احنا بننزل حصص على طول على طول على طول على طول، عشان بفضل ربنا سبحانه وتعالى هنكون مخلصين منهج اول ناس تقريبا في الدنيا كلها، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله حبايبنا وحبايب قلبي طلبه الازهر كلهم ان شاء الله نلحق الريفيجن مع بعض قبل الامتحان. ربنا يعينكم في الجدول اللي عندكم ده، وربنا يا رب يعني يقرب لكم يحقق لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه يا رب، اللهم امين يا رب، ويعينكم باذن الله باذن الله دايما، وعون ربنا يكون معاكم سواء بقى طلاب عام او طلاب ازهر. كلام جميل. بص يا سيدي، الامباكت بتاع اللايزوسفير مع الهيدروسفير في الميه، في حاجات بتدوب في الميه فبتنشفها فتعمل ووتر هاردنس. طب ووتر هاردنس بتدوب فيها ميه مينرالز او ايرونز زي الكالسيوم والمغنيسيوم، تعمل ايه؟ بص يا سيدي، الاكزامبلز عندي اهو زي الكونسيكونس، تخلي الصابون ما يرغيش كويس ما ينضفش كويس، وتعمل كالسيفيكيشن في البويلر او في الكاتل. تمام كده. طب وبعدين كان دي كام فاكتور بيأفكت 4. اول حاجه النيتشر، الايونيك اسرع بكتير من الكوفالنت ويدوب احسن كتير من الكوفالنت، والتمبريتشر كل ما ازود التمبريتشر كل ما السوليبيليتي تزيد، كل ما ازود البريشر كل ما السوليبيليتي تزيد، وخاصه الكربون دايوكسيد اللي بيساعدني بعد كده ان هو يديني كربونيك اسيد فيديني اسيد. يبقى كل ما الاسيديتي تزيد اللي هو نمبر 4 السوليبيليتي برضو تزيد. حلو كده. كلام جميل. يبقى احنا لو عايزين نتكلم الفاكتورز عندنا، الووتر تمبريتشر لما تزيد السوليبيليتي تزيد، البريشر لما يزيد السوليبيليتي يزيد، الاسيد لما يزيد السوليبيليتي يزيد، وهنا النيتشر دي الايونيك معاهم بالمره بقى هو ده اللي يزيد. حلو كده. كلام جميل. طيب ده طبيعه البونز، ده طبيعه كل حاجه عندنا. احنا بس بنراجع بسرعه. عندنا حاجه اسمها تكتونيك بليتس، قلنا التكتونيك بليتس دي عامله زي ايه؟ زي صينيه الجلاش كده. طب عندي كام حركه ليها؟ بص بقى يا سيدي، عندي كام حركه ليها وكام حركه غريبه جدا جدا جدا. كونفرجنت دايفرجنت ترانسفورم، كونفرجنت دايفرجنت ترانسفورم، كونفرجنت دايفرجنت ترانسفورم. كونفرجنت الاثنين يخبطوا في بعض يعملوا جبل، دايفرجنت يبعدوا عن بعض يعملوا بحر. طب والترانسفورم يعملوا ريفت. شكرا. طب الاكزامبلز عندي بالمناسبه افتكرت الدايفرجنت عندي ده الريد سي، البحر الاحمر ده كان دايفرجنت موفمنت. الكونفرجنت يلبسوا في بعض يعملوا جبل، تحفه. طب والدايفرجنت يبعدوا عن بعض يعملوا بحر.
فيعملي نيو اوشانيك فلور، ممكن يعمل فولكانو، كلام جميل. طب والترانسفورم؟ لا دي تعملي ريفت لايك سان اندريس ريفت. ايه اللي بيحصل فيها؟ ان الكونفرجنت الاثنين كده بيخبطوا في بعض، يحصل تيك 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 سادن كوليجن، يعملوا ماونت. طب ودايفرجنت يبعدوا عن بعض، ما فيش اي كوليجن، بس يعملوا لي نيو سي او نيو اوشن فلور. طب بالنسبه لي اخر واحده بالنسبه لي الترانسفورم، هم مش قادرين يتحركوا، فبيبيلد اب الانرجي، ففجاه بوم ينفجروا. طب هم بيتحركوا ليه؟ ما عشان الماجما اللي في الايزينوسفير بتسخن الدنيا، فعماله تعملي كونفكشن كارنت بتؤدي الى حركه التكتونيك بليتس عندي. كده اتمنى الليسون كله يكون اتلم، اتمنى تكون الدنيا بقت سهله عندنا يا رب. الحمد لله خلصنا اول ليسون في يونت 4، فاضل لنا ليسون 2 وليسون 3. ليسون 2 وليسون 3 ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى هيبقوا سهلين. يمكن يعني فيهم شويه حاجات بس كده هترخم عليك لانها محتاجه منك شويه حفظ، بس اكتر من كده ان شاء الله ما فيش اي حاجه خالص باذن الله هتبقى صعبه عليك باذن الله. لحد هنا خلاص الحمد لله خلصنا السيشن. سيشن لذيذه، سيشن صغيره لذيذه خالص. اتمنى يا رب اشوفكم كل ويك دايما بخير وبصحه وسلام. السلام عليكم.